السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وكتمتعوا بصحة جيدة ودائما في اطار حلويات العيد. هنا غادي نحضر معكم جوج حلويات من حلويات اللوز اللي هو كعب غزال وحلوة الأس، يعني بعجينة وحده وعقده وحده غنحضروا جوج ديال الحلويات ديال اللوز. خليكم معايا البنات مع المكونات وطريقة التحضير. هنا بالنسبه للمكونات البنات انا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق تكون نوعيه ممتازه. انا عندي 50 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، عندي معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، هنايا عندي القليل فقط من ملون بنكهه البيستاش. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا ومن بعد غادي ناخذوا هذيك الزبده وغادي نحاولوا نرملوا بها الدقيق ديالنا غير باطراف الاصابع، ونحاولوا ايضا نحكوها حتى كترمل لينا الدقيق ديالنا. وهنا غناخذ مزهر وبيه باش غادي نجمع العجينه ديالي ديال كعب غزال، يعني كنضيفو غير بشويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه متجانسه وتكون رطبه. صافي البنات، هنا بعد ما جمعت العجينه ديالي هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه، عجينه لينه. غادي نديرها في واحد الطبيسيل وغادي ندير لها السلوفان ونخليها كترتاح قد ما نوضو نوجدوا العقده ديال اللوز. بالنسبه للعقده ديال اللوز انا غنحتاجوا 400 غرام ديال اللوز بودره، انا كنشريه جاهز. عندي 20 غرام ديال الزبده حراره المطبخ و200 غرام ديال السكر ونص معلقه صغيره ديال القرفه. غنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا لينا. وهنا دابا غادي نجي وغادي نستعمل مزهر به باش غنجمع العقده ديالي ديال اللوز. هنا كما شفتوا درت غير في يديا، يعني قياس 2 معالق كبار ولا حتى 3. ومن بعد ما ضفتهم غادي ندلك جيدا العقده ديالي ديال اللوز. الا بغيتو تكون العقده ديالكم ديال اللوز ضروري خص تدلكوها مزيان حتى كتحصلوا على عجينه اللي غنقدروا نشكلوها، يعني خص نحصلوا على عقده اللوز كتكون معلكه، تكون تتلصق شويش في اليدين هانتوما كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي ندوز وغادي نشكل حرابل صغار بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العقده ديال اللوز. صافي البنات، هنا كناخذ واحد القليل من العجين، يعني ما كناخذش كلشي، كناخذ شويه كنسرحوه هكا بالدلاك فوق طاوله العمل. خصو يكون رقيق. صافي كنحط الحربول ديالي وكنشكل الكعبه ديالي وكنجبدو شويه هذيك العجينه باش كتمشي لينا مقاده مع الكعبه. هنا كناخذ واحد القطعه اللي كتكون دائريه وكنطبق بها الكعب غزال ديالي. صافي هنا كنحاول نقادو مزيان من الجوانب ومن الفوق. شوفوا اللون اللي عطاني في الكعبه، يعني كيبان شويه خضر شويه ابيض، يعني هذاك اللون الكولورون اللي ضفت العجينه ديالي يعني عطانا واحد الشكل للكعبه زوين بزاف. صافي هنا كنجيب النقاش كندوزو شويه في الدقيق وكنقش الكعبه ديالي من التحت بحال هكذا، وكنجي عاوتاني وكنقشها من الفوق. هي طريقه سهله جدا. صافي كيجيني على هذا الشكل هذا. صافي وكنحطو في الصينيه ديال الفران اللي كتكون مفروشه بورق الزبده. هنا كنحاولوا ندهنوا يدينا بالزيت، يعني هذاك الزيت هو اللي كيساعدنا باش اننا كنشكلوا بسهوله الكعبه ديالنا وكنحاولوا كنرققوا هذيك العجينه بديك الزيت. صافي هنا بعد ما شكلت الكعبه ديالي هانتوما كتشوفوا كنحاول نقادها مزيان، كنستعينوا دائما بالزيت. صافي وكنقشها من التحت.
فوالا. ومن بعد كنعاودو نقشوها من الفوق. كنحاول باش انكم تشوفوا الطريقه كيفاش كنقشها. ضروري تبقاو دوزوا النقاش ديالكم في الدقيق باش ما يلصق لكمش مع العجينه. صافي كتجيني على هذا الشكل هذا البنات. ومن بعد كنوضعها في الصينيه ديال الفران مفروشه بورق الزبده. هنا غندوزو للشكل الثاني. هنا كناخذ الحربول ديالي من بعد ما كنسرح العجينه كنضغط عليه هكا كما كتشوفوا. كنجيب القطعه وكنقطع هكا نيشان. صافي كنحاول نضغط مزيان وكنقادها مزيان. كنحاول نضغط باش انها كترقق عندنا ونقدروا نشكلوها. انا كنجيب داك القنوت كما كتشوفوا كندورهم وكندور القنت الاخر من الجهه الاخرى يعني الجهه المعاكسه باش كنحصلوا على هذا حرف الاس. صافي كنقدوا لها انا شويه الجنيبات من الفوق. صافي كيجيني الى هذا الشكل هذا. صافي كنوضعها مباشره في الصينيه ديال الفران. صافي هنا كنجيبوا من بعد ما كنرققوا العجينه ديالنا. صافي هانتوما الطريقه راه واضحه قدامكم امامكم في الفيديو. صافي كنضغط عليها بيدي. صافي وكنشدها وكنوقفها. صافي كنقادها مزيان التقطيعه ديالها. كنضغط عليها وكنجيب هذوك القنوت وكندورهم. القنت كل واحد كندورو من الجهه المعاكسه باش كنحصلوا على حرف الاس. صافي كنبقاو بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا. صافي كنقادوا له هذاك الشنيفات الفوق وكنوضعوه في الصينيه ديال الفران. ندوز نعاود معكم وحده اخرى. يعني من بعد ما كنورقوا العجينه ديالنا وكنسرحوها رقيق كناخذ هذاك الحربول ديالي ديال اللوز كنوضعوه وكنضغط هكا بالاصبع كما كتشوفوا وكنقطع بالجراره وكنحاول نسودي هذوك الجناب باش ما يتحلوش عندنا من تكون كطيب لينا الحلوه. صافي كنجيب القنت الاول كندورو بهذه الطريقه هذه وكناخذ القنت الاخر وكندورو من الجهه المعاكسه. يعني الطريقه راه واضحه. صافي وكنبقى هكا حتى كنشكل الحرف ديالي ديال الاس. فوالا كنقادو لهذوك الشنيفات وكنوضعوها في الصينيه ديال الفران. نعاود عاوتاني معكم وحده اخرى. يعني من بعد ما كنوضعوا الحربول كنضغطوا عليه بالطريقه هذه كما كتشوفوا. كنحاولوا نقادوه. كناخذوا الجوانب كنلفوهم بهذه الطريقه هذه وكل واحد معاكس للاخر. صافي البنات كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي البنات هنايا من بعد ما كملت هنايا عندي كعب غزال كما شفتوا معايا وعندي الحلوه ديال الاس. هنايا جبت هذوك الحبيبات الفضيين وغادي نوضعهم في هذوك القنوته ديال الحلوه ديال الاس باش كنزينوهم. صافي هنا البنات غندخل اللاطه ديالي للفران درجه حراره 150 حتى كينضج لينا هاد كعب غزال وهاد الحلوه ديال الاس. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرج من الفران. ودابا غادي ندوزو لطريقه التزيين. هنايا البنات غناخذ الكعبه ديالي كما كتشوفوا معايا. هنا سخنت شويه ديال العسل وكناخذ واحد البانسو يكون هكا خاص بالحلويات. غادي ندهن الكعبه ديالي ندهن لها غير واحد الجهه بهذاك العسل. ومن بعد غادي نزينها باللوز ايفيلي من بعد ما فرتشتو شويه بيدي بهذه الطريقه هذه ونوضعوه في الكويرطات ديال الحلوه. بالنسبه للكويرطات ديال الحلوه كنديروا لهم واحد جوج فتحات باش كيثبت لينا كعب غزال في دوك الكويرطات. نعاود معكم وحده اخرى. كندهنوا هنا بالعسل واحد الطرف ديال كعب غزال هكا من الفوق ومن التحت ومن الجوانب. يعني تندهنوه مزيان بداك العسل وكنزينوا باللوز ايفيلي وكنوضعوا مباشره في الكويرطات ديال الحلوه. يعني طريقه سهله. هنا بالنسبه للحلوه الاخرى ديال الاس غادي نحطها هكا فوق شي فرشيطه ولا نوضعها مباشره في العسل. يعني تنغمسها في داك العسل. صافي وكنستكترها
كنستقطرها جيدا من العسل ومن بعد كنوضعها مباشره حتى هي في الكويغطات ديال الحلوى. كتجي على هذا الشكل هذا. كنوضع الحلوى ديالي ديال الاس في العسل صافي، ومن بعد كنستقطرها، يعني كنحيد دوك الزوائد صافي، وكنوضعها مباشره في الكويغطات ديال الحلوى. وكنبقى على هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الحلوى وديال كعب غزال، ونتلاقاو الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات اللوز اللي حضرت معكم اليوم، حلوه كعب غزال وحلوه الاس. يعني بعجينه وحده وبعقده وحده حصلنا على جوج او حضرنا جوج ديال الحلويات للعيد. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تبخلوش عليا كيف العاده باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله، والبارطاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اللي تاعهم الفائده، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشز كيتشن، مطبخ لذيذ.